اللي قدامك ده مدرسة نجم الدين أيوب، السلطان الأيوبي اللي حكم مصر سنة 1240، يعني من حوالي 800 سنة. اتبنت عشان تكون مركز لتدريس المذهب الشافعي، وفي نفس الوقت تضم ضريحه بعد وفاته. الملفت للنظر ان نجم الدين أيوب أمر ببنائها وهو على فراش الموت، وطلب يندفن هناك، وده حصل فعلا. القبة اللي فوق الضريح اللي ما زالت واقفة ولسه محافظة على طرازها من أيام المماليك. وقتها كانت البلاد متحصرة بالخطر من كل اتجاه، حملات الصليبية من الغرب وزحف المغول من الشرق. نجم الدين ما استسلمش وقرر يبني المستقبل وهو شايف النهاية بتقرب منه. جاب شباب من بلاد خوارزم، واللي كانت وقتها دولة كبيرة في آسيا الوسطى، مكانها النهاردة أوزبكستان وأجزاء من تركمستان وكازاخستان وإيران. من الشباب اللي جم معاه 2 مميزين، رباهم ودربهم على إيده وعلمهم أصول الحكم والقيادة، الظاهر بيبرس وسيف الدين قطز. الاتنين دول كانوا هم أبطال معركة عين جالوت. نجم الدين أيوب اتوفى في 1250 في عز الأزمة، ومراته شجرة الدر أخفت خبر موته علشان تحافظ على استقرار الدولة، وبعدها نقل جثمانه واتدفن في المكان اللي بناه لنفسه. المدرسة اللي بقت ضريحه والقبة اللي بقت شاهدة على سلطان بنى مجده قبل ما يمشي، دي لحظة محبوسة في التاريخ بتحكي ازاي الراجل ده كان بيفكر أبعد من زمانه. عاوزك تقول لنا في الكومنتات مين من حكام مصر يعتبر زي نجم الدين أيوب كان بيفكر أبعد من زمانه. لو عجبتك الحكاية دوس لايك وابعته لأصحابك اللي بيحبوا التاريخ، واستناني في اللي جاي، وسيب لي رأيك في الكومنتات. لكل حكاية أصل ولكل مكان عنوان.